السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من روتين غسل الملابس. فهي الملابس من بعد ما نشفت ونزلتها من السطح كنضعها في هاد السلة، ومن بعد كنقوم بعملية الطي والفرز والتنظيم. فنبدأ على بركة الله. فأول حاجة كنبدأ بالجوارب. كناخد الجورب الأول وكنوضع فوقه الجورب الثاني بهذه الطريقة، ثم كنطوي بهذا الشكل هذا. ثم كناخد هذا الجزء هذا اللي كاين من الخارج، كاين هذا اللي كيكون في الداخل وهذا من الخارج، وكنقوم بلفه على الجورب حتى نحصل على هذه الكرة. ثم ناخد سراويل، خصوصا يعني سراويل الجين، ونغلق السلسلة وهذا الزرار، ثم نقوم بطويها بهذه الطريقة هذه. يعني الجهة الأمامية تكون الداخل والجهة الخلفية تكون الخارج. ثم نطويه على النصف بهذه الطريقة، ومن بعد على الربع بهذا الشكل هذا. وهذه الجهة اللي يكون فيها الجيب هي اللي تكون في الأعلى. بهذه الطريقة، وهذه الجهة هي اللي تكون في الأمام، وهذه الجهة اللي تكون فيها الطيات تكون الخلف، يعني من جهة الحائط. يعني حتى لو حبيتي يعني تاخدي مثلا هذا السروال الباج، فبكل بساطة كندخل يدي وكنرفع هذا السراويل الأعلى وكنجر هذا بكل بساطة. ثم نجي للقمصان او جميع الملابس اللي كنلبسوها من الاعلى، يعني اللي عندها العنق والاكمام. فاول حاجه كنقوم باغلاق جميع الازرار، ثم كنقلبها ثم نطويها بهذا الشكل هذا، ونرجع هاد الاكمام لهاد الجهه من غير يعني ما تخرج على هاد الحدود. ونفس الطريقه الجهه الاخرى. ثم نطويها على 3 أو على 2 بهذه الطريقة، ونقلبها بهذا الشكل هذا. ونقوم بنفس العملية حتى لهاد التيشيرتات. وأيضا نفس الشيء حتى البيجامات. ومن الضروري أن كل بيجامة توضعيها مع السروال الخاص بها حتى تسهلي عليك عملية البحث. يعني كل بيجامة تكون مع سروالها بهذه الطريقة هذه. وأنا هنا رتبت بيجامات، كل بيجامة مع السروال الخاص بها. وضعت هنا في الأسفل البيجامات الصيفية اللي ما نحتاجهم الآن، وهنا في الأعلى فأنا وضعت البيجامات الخاصة بفصل الشتاء. وعندي هنا أيضا هاد البيجامة اللي طويلة، تكون يعني مثل الفستان أو مثل العباية يعني طويلة. فكنقوم طويها على شكل مربع، ودائما يعني هاد الحواشي تكون للداخل بهذه الطريقة هذه. دائما الحواشي نوضعها في الداخل بهذا الشكل هذا. ونجي لهاد المناديل خاصة بالرأس، يعني اللي تكون على شكل مربع، وهي في الأصل فاحنا لما نلبسها على شكل مثلث بهذه الطريقة هذه، مثلثة الشكل. وأنا يعني كنستمر عفوا هذه مقلوبة هكذا، كتكون
مثلثة، وانا كنطويها على شكل مثلث. بهذه الطريقة هذه. وبالنسبة للملابس الداخلية، فالحفاظا على الخصوصية انا استعملت هذه الملابس الداخلية الخاصة بالاطفال الصغار. فبالنسبة لطريقة طي الملابس الداخلية، فهي اصلا كتكون على شكل مثلث. كنقوم بهذه الطريقة، ثم هكذا، ثم هكذا، فقط 3 خطوات. اما بالنسبة للوشاح او الشال، فانا عندي هنا باب الدولاب، وضعت فيه هذا المطاط، الخيط المطاطي، ومسكته من هاد الجانبين. ثم كناخذ الشال من غير ما نطوي، يعني فقط نقوم بتنيو بهذه الطريقه، بالشكل هذا، ونوضعه في هذا الخيط المطاطي بهذه الطريقه هذه. فها هي الوشاحات من بعد ما وضعتها، بكل بساطه نغلق عليها باب الخزانه. اما بالنسبه للملابس اللي انا كنعلقها، يعني ما يصلح نطويها ونوضعها داخل الدولاب، فانا استغليت هنا هذه المساحه اللي عندي خلف الباب. شوفوا هذه المساحه، فانا كلها استغليتها، وضعت هاد ما عرفتش نسميها الحديده من الباب الى هاد الحيط لهاد الجهه، وكنوضع فيها الملابس اللي محتاجه انني نعلقها. وفي هذه الجهه فانا عندي هنا مظله، وهذه القبعه الصيفيه، وهذا الفوطه للاستعمال اليومي. فهنا انا وضعت يعني الحاجات اللي من المستحيل ابدا اني نطويها ونوضعها داخل الخزانه، واللي هي الجلابيات او الجلابه المغربيه. فمن المستحيل ان نقوم بطويها ووضعها داخل الخزانه، فمن الضروري ان نعلقها. فكنوضعها دائما هي الاولى، وكنوضع ايضا المعاطف، وهي من القطع يعني اللي من المستحيل انك تطويها وتوضعيها داخل الخزانه. فوضعت هنا هذا المعطف وهذا المعطف، وايضا فانا كنوضع معاه يعني الملابس اللي كنلبسها معها. ثم هنا وضعت باقي الملابس، ودائما كل قطعه مع القطعه الثانيه، يعني حتى نستغل يعني علقه واحده نوضع فيها قطعتين او 3، وفي نفس الوقت يعني نسهل عليا عمليه البحث. وبالنسبه للباب فممكن نفتحه بكل بساطه، لأن الملابس ما شكلت ابدا اي عائق. ها احنا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا منه، واشكركم جدا على المتابعه، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه. انتظروني في الفيديو القادم، الى اللقاء.